لسه دلوقتي قاري خبر او سمعت عن خبر انا حزين بصراحه عليه، ان هو موضوع البيع والشراء بتاع العربيات دلوقتي مش مستحمل حاجه تعوقه اكتر ما هو اصلا يعني متعاق. ايه هو الخبر؟ ان الشهر العقاري نزل قرار او نزلت لائحه جديده هتنزل في السنه الجديده اللي هي الفيديو ده اول يوم في السنه الجديده اللي هي 2024. الفيديو ده او اللائحه دي بتقول ان العقد المسجل، انت لما تيجي تعمل عقد مسجل لعربيه يعني وليكن 2010 موديل 2010، العقد المسجل بتاعها كان ب 1450، وكل ما السنه بتقدم كل ما بيقل ثمنه. سمعت ان هو هيتضرب في ضعفين وثلاثه، يعني يبقى ابو 1500 ده هيبقى 2800 2900. طبعا لو انت بقى بتسجل عربيه موديل بقى 2021 2022 انت لسه شاريها كسر الزيرو، انت بقى هتلاقي نفسك بتدفع مثلا 5000 جنيه في الشهر العقاري للعقد المسجل بتاع العربيه لوحدها، غير بقى التجديد بتاع الرخصه اللي هي بقى لو عايزه تخش مرور وعايزه تفحص وانت عايز تنقلها باسمك ونقل ملكيه والكلام ده، تلاقي نفسك عايز شقلة فلوس بس لموضوع الرخصه ان انت تنقل العربيه باسمك وعقد مسجل ومرور. انت كده بتتكلم في 25000 جنيه 28000 جنيه، غير بقى العربيه لو محتاجه ايه صيانه، عايز تغير زيت فتيس، عايز تغير زيت موتور، عايز فيها حاجه عايزه تترش، ده غير ثمنها الاصلي اللي انت اصلا مش قادر تجمعه. فده يعني من احد الاسباب اللي اصلا مش مستحمله، وهتزود الطينه بله في ان العربيات سوقها هيقف تماما. ولا عربيه رخيصه 28 هتتباع، ولا الرينج روفر اللي بملايين هتتباع، كله هيقف خلاص. هي يعني خلاص فاضل لها تكه وهتقف خالص، ولا هيبقى فيه بيع ولا شراء. العربيات كلها هتفضل كده، اللي معاه عربيه هتفضل معاه، واللي مش عارف يشتري مش هيشتري. فيعني ربنا يرحمنا والدنيا تتحرك اكتر من كده وتتظبط، واسعار العربيات تلين شويه، عشان كده وصلت لخراب يعني.